لحد ما شفت بوست الإعلامي إسلام صادق اللي أنا هقراه لكم دلوقتي. بيقول لك: حرب قذرة ورائحة كريهة لحصد البطولة بأي طريقة مهما كانت الأساليب التي يعتقدون أنها سرية لكنها مكشوفة للجميع، وكل ذلك يؤكد أنهم يفتقدون للمنافسة الشريفة ولا يقدرون عليها سوى بطرق ملتوية خارج الملعب. طبعا معروف الكلام لمين ومعروف المقصود ايه، والسعودية بقى يوم 27 وتركي الشيخ وهيئة الترفيه والسوبر المصري وهدف إمام عاشور والزيطة دي كلها، رغم ان انت قبل هدف إمام عاشور كنت مسيطر ومعرفتش تسجل جول، ورغم ان تقنية الفار قالت لك الجول سليم، وبعد منها كان النصر بيلعب على نفس الملعب ودخل فيه هدف بنفس الطريقة واتحسب على ملعب النصر في دوري أبطال آسيا. لكن طبعا نظرية المؤامرة اشتغلت، ومادام نظرية المؤامرة اشتغلت والشماعات اتعلقت قبل المباراة وتمهيد لوجود مبررات في حالة الخسارة من الأهلي، كده خلاص، كده مبروك عليكم بقى. قفشه بقى اللي هيجيب القضيه، امام عاشور، كهربا، وسام ابو علي، مش هتفرق ما دام المبررات دي ظهرت، يبقى كده خلاص. لان انا كنت ممكن اقول لك ان ده مجرد بوست الاعلامي عايز يثير الجدل، لكني لما دخلت على الكومنتات والتعليقات قلت اشوف يمكن في زملكاويه عاقلين هيقولوا له مش وقت الكلام ده، هيقولوا له انت بتبرر للعيبه، هيقولوا له احنا هنرد في الملعب، هيقولوا له ما تشتتش الفرقه، هيقولوا له مش عايزين نحط شماعات من البدايه. يمكن عقلنا شويه، صفحات الزمالك تطنش البوست، لكن لقيت ان الكومنتات كلها مكتوبه زي ما حصل في السوبر المصري. الكابتن اسلام صادق بيقول لك ايه بقى؟ الكابتن اسلام صادق بيقول لك حرب قذره، التلقيح هنا على النادي الاهلي. خد بالك من الكلام علشان التلقيح اشتغل والشماعات بدأت. بيقول لك ايه؟ حرب قذره ورائحه كريهه لحصد البطوله باي طريقه مهما كانت الاساليب التي يعتقدون انها سريه لكنها مكشوفة للجميع، وكل ذلك يؤكد أنهم يفتقدون للمنافسة الشريفة ولا يقدرون عليها سوى بطرق ملتوية خارج الملعب. سؤال بيطرح بلح، الكلام هنا موجه للنادي الأهلي عن طريق الإعلامي اللي المفروض إن هو إعلامي وهو الكابتن إسلام صادق. طلع قال لك تويتة ونزل لك بوست هو كله ألغاز، ولكن الكلام معروف. طيب هل حضرتك عندك دليل؟ طب احنا دلوقتي بنحط شماعات لما نتظرف مثلا هنقول اصل مش عارف البطوله في السعوديه وتركي آل الشيخ، ما هو تركي آل الشيخ مش هينزل يجيب جوان. سهله، انا عندي 11 لاعب هينزلوا يبقوا رجاله هنكسب الماتش، وده صعب جدا، ولكن ماشي خليني معاك. اللعيبه هي اللي هتلعب، اللعيبه اللي في ايدها تخطف الماتش، وماتش الاهلي والزمالك ملوش توقعات، ولكن ماشي هنعتبر ان الماتش ده هيبقى 50-50 مثلا. اللعيبه هيبقى 11 لاعب قدام 11 لاعب، ولا تركي آل الشيخ مع احترامي الكامل اللي هينزل يلعب، ولا في حكم هينزل يجيب لك اجوان، ولا هيبقى في هري. 11 راجل قصاد 11 راجل بس هنلعب وهنسترجل، وجوزيه جوميز يشغل البصره ويشتغل على نفسه ويشتغل على اللعيبه. تمام، اللعيبه بعد المباراه خسرنا بلاش لقطه، اللعيبه بتاعت اللقطات عارفه نفسيها. بيقول لك حرب قذره ورائحه كريهه لحصد البطوله باي طريقه مهما كانت الاساليب التي يعتقدون انها سريه لكنها مكشوفة للجميع، وكل ذلك يؤكد أنهم يفتقدون للمنافسة الشريفة ولا يقدرون عليها سوى بطرق ملتوية خارج الملعب. هو أنت قصدك على مين، الأهلي ولا الزمالك؟ أنا عايز بس أفهم، هو في إيه يا جماعة؟ هو لا ذكر أهلي ولا ذكر زمالك. الزملكاوية هيقولوا بص الأهلي أهو، والأهلاوية هيقولوا بص الزمالك أهو، وانا لا هسمح ان حد يقول الكلام ده على الاهلي ولا على الزمالك
ولا على فريق اللي بشجعه ولا على الفريق اللي هيمثل مصر في كاس انتر كونتيننتال او في كاس العالم للأندية. ايه ده يا اسلام؟ حرب قذرة ورائحة كريهة لحصد البطولة بأي طريقة؟ هو مين اللي بيعمل كده؟ انت تعرف الحكم اللي اتعين واللي هو كان حكم ركله الجزاء قبل كده، مش فاكر الوداد ولا مين، وانتوا عندكم معلومه بالكلام ده ولا انتوا؟ انا عايز بس افهم حاجه، هو انتوا مش من شويه قلتوا تعالوا ندعم ويلا السوبر يا زمالك؟ انا ما عنديش مشكله، بس لما يطلع الاعلاميين اللي محسوبين على نادي الزمالك يوصل لك ان في مؤامره تصريح للكابتن احمد بلال اولا بيقول ان الزمالك مش قد النادي الاهلي والافضل لنادي الزمالك ما يسافرش هذه المباراه. طبعا التصريح ده زعل شريحه كبيره جدا من جمهور نادي الزمالك. تصريح من الناقد الرياضي اسلام صادق بيتكلم على ان ريحه الفساد فاحت وان اللي بيحصل ده كتير وان في طرق ملتويه بتتعمل علشان الماتش يروح للنادي الاهلي. تصريح هنا وتصريح هنا، اسلام صادق عايز ايه وايه اللي حصل وايه سبب الخلاف وكلامه ده ليه، واحمد بلال رد فعل الجمهور خلاه يقول ايه، والمتحدث الرسمي لنادي الزمالك قال ايه. تعال افهمك وركز معايا ولايك بعد اذنك على الفيديو ده. القصه عزيزي بدات مع كابتن احمد بلال، هقفلها لك بسرعه لان كابتن احمد بلال بعد التصريح ده طلع واعتذر. لا اخفي عليكم سرا وكلنا عارفين ان نادي الزمالك مش في احسن حالاته. المتحدث الرسمي لنادي الزمالك طلع برضه بتصريح. عايز اقول لك بقى قصه اسلام صادق، انا كان شرحت قبل كده. انا عندي تساؤل قبل ما اشرح لك القصه المكعبله بتاعت اسلام صادق. بسال ايه علاقه اسلام صادق بنادي الزمالك؟ هل هو محب لنادي الزمالك ام كاره للنادي الاهلي؟ ده سؤال مهم. هل هو على علاقه او في وظيفه معينه بيشتغلها في نادي الزمالك احنا ما نعرفهاش؟ ده سؤال مهم جدا. اسلام صادق بيعمل اللي يمكن قناه نادي الزمالك لا تستجرأ انها تعمله، لان في ميثاق اعلامي. ما ينفعش ان حد مسؤول في نادي الزمالك او صحفي او محلل او مذيع ينزل على صفحته كلام على شاكله الطرق الملتويه والفساد والمعرفش والريحه الوحشه وكل الهري والمؤامرات والحاجات دي. ما حدش يقدر ينزلها بهذا الشكل، ولكن هو نزل الكلام دوت. طبعا هو يعني ما ذكرش اهلي وزمالك، ولكن الكلام معروف رايح فين، وبيقول لك بنفس القصه اللي فاتت قصده على نهائي القرن وكل الكلام ده. ماذا سيستفيد؟ وهو بيعمل ده لمصلحه مين؟ واحد يجي يقول لي لمصلحه الزمالك كرها في الاهلي. هو المفروض ناقد رياضي شغال في قناه محايده. فيا جماعه ما حدش يتعب نفسه من القصص ديت. هي للاسف الشديد محتاجين مراقبه من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لان احنا المفروض رايحين لحفله. الناس في السعوديه مقدرانا جدا وفي الوطن العربي كله مستني هذه المباراه، ولكن احنا ما شاء الله ما بنضيعش وقت تراشق وغلط واللي وتشكيك وكل الكلام دوت، واحنا ما بنسترش على بعض. وطبعا مش عدد كبير.